اللقطات اللي لسه شايفينها معاكم دلوقتي دي من البطوله العربيه اللي كانت بالاسماعيليه، وبالفعل ضيوفنا وضيوف اخرين مش ما كانوش معنا النهارده الحقيقه، لكن مجموعه كبيره من الابطال فازوا بميداليات في البطوله دي. وزي ما بقول لكم جميل قوي ان يبقى في رياضه ما كانش مسلط يمكن عليها الضوء زي ما بقول لكم قوي، لكن احنا بنحاول بقى النهارده عشان كل الشباب يبقى عنده المعلومه دي، ويبارك معانا كمان لضيوفنا والكباتن والابطال اللي معانا. انا اللي هتعرف بقى ضيوفنا اللي معانا دلوقتي. احنا بنسعد بضيوفنا اللي بيشرفونا اليوم داخل استوديو الهواء مباشره. معانا الاستاذ الدكتور اسماعيل ابو زيد، استاذ الميكانيكا الحيويه بكليه التربيه الرياضيه للبنين جامعه حلوان، طبعا كليه التربيه الرياضيه الرئيسيه بالهرم. واكيد ان الميكانيكا الحيويه احنا هنتكلم عنها اكتر، لان كل الجهاز مثلا موجود في اي ماكينه معينه، حتى السياره فيها ميكانيكا، وبالتالي جسم الانسان في ميكانيكا حيويه هنتعرف عليها اكتر. معانا بطله العالم مديحه ابراهيم، واهلا بيك يا مديحه معانا، واهلا بيك يا دكتور منورنا. ومعانا طبعا محمد، وهو بطل العالم، محمد معروف بطل العالم في مصارعه الذراعين ومسؤول عن بطولات الجمهوريه في اتحاد كمال الاجسام. واهلا بيك معانا يا محمد. اهلا بحضرتك يا دكتوره امل. اهلا بيك. اهلا بيكم والف مبروك طبعا الحصول على اكتر يمكن من بطوله، مش بطوله واحده ما شاء الله. يعني خلوني استاذنكم، هبدا بالكابتن البنوته. يعني انا سعيده بقى، سعيده جدا لما بلاقي ان في شابه تقدر تدخل بطوله في الرياضه، ولان دايما الشباب هم اللي مقتحمين الحكايه دي اكثر. فالبنات نتكلم عنهم دلوقتي. بقالك قد ايه مشتركه في الرياضه دي يا مديحه؟ بقالي 10 سنين يعتبر. كان والدي يعتبر هو اللي كان بيشجعني، يعني كان مشجعني على اللعبه دي كويس جدا. يعني كان يعني كل واحده مننا كان بيبقى ليها هوايه، يعني مع الكبر او مع يعني الحياه العمليه ونضجي او فهم الحياه اكتر، قدرت ان انا استوعب، او اهلي في البيت انهم يعني يخليني استوعب اكتر ايه يعني لعبه رياضيه. لقيت نفسي بحب الريست قوي، يعني كنت بلعب مثلا مع بابا، مع خالي، ومع اخواتي في البيت. كلنا واحنا صغيرين تاني كنا بنلعب اللعبه دي، بس لقيتها بالاكتر عندي، يعني لقيت امكانيات، وحتى كمان لما بتغلبيهم يعني من وانت صغيره. انت خريجه اعلام. شيء جميل ان يعني ممكن يبقى هو مجال تاني خالص، والاعلام شامل حاجات كتير، والرياضه برضو ملهاش تخصص معين، يعني مش لازم تكوني خريجه تربيه رياضيه او حاجه. فده شيء جميل. بس كان اتجاهك ازاي بقى؟ يعني انت درستي اعلام خلاص، لكن اتجاهك انك تمارسي او تحترفي الرياضه دي؟ يعني هي بقت معايا بكوني ان انا يعني عرفت يعني ايه رياضه، او بمعنى عرفت يعني ايه هوايتي. مين اللي شجعك؟ يعني هو والدي طبعا انت بداتي، ولكن شجعك على البدايه، لكن علشان تواصلي وتكوني بطله عالم وتحترفي وتلعبي باسم ومنتخب مصر، والسفر طبعا خارج مصر، وحتى هنا في البطولات اللي بتكون موجوده دوليه وعالميه، اكيد كان في حد دفعك علشان تكملي. هل لما بداتي تكسبي دوت شجعك اكتر واكتر على انك تكملي؟ يعني هو والدي شجعني الله يرحمه، يعني هو ما لحقش يعني يفرح بيا كبطله عالم، بس يعني هي دي كانت هوايه. لكن بعد كده ان انا قدرت انميها من خلال التدريبات ليا اكتر. كمان لما كنت بلعبها، ما كنتش اعرف ان في نادي لعبه الريست كمان. يعني زمايلي حتى كان معايا في الكليه هم عرفوني بعد كده ان الريست ليها لعبه وليها تمرينات وليها وليها. قدروا بقى ان الكباتن يكتشفوا المواهب اكتر واكتر. يعني تميزت كمان عن زمايلي كمان في النادي، وقدروا كمان يشوفوا يعني مدى الشكل العام بتاعي، يعني ان انا فعلا ضبط او يعني كانت كويسه ليا. موجوده برضه في اكتر من نادي. طيب كابتن محمد، موجوده في اكتر من نادي ولا نوادي معينه اللي بتسلط قوي الاهتمام على رياضه مصارعه الذراعين او الريست؟ مصارعه الذراعين يمكن الشعب المصري كله عارف مصارعه الذراعين من زمان جدا. مصارعه الذراعين كلنا كنا في المدارس، في الجامعات، كلنا كنا بنمارس الريست. مش عارفين اللي هي الريست، ما بنقولش حتى مصارعه الذراعين، بنقول دايما نقول ريست. جينا حضرتك بعد كده 92 انشئ الاتحاد المصري لمصارعه الذراعين بقياده اللواء عثمان. ده في اسس، في قوانين للعبه. انتشرت معظم مراكز الشباب. يعني دلوقتي اتحاد الشرطه الرياضي نادي جمارك اسكندريه، معظم المراكز بقت منتشره في الجمهوريه حاليا. بقت منتشره. ولكن انتوا كان احساسكم ايه مثلا بالفوز ببطوله العالم؟ اعلى مرحله ممكنه طبعا، وقفتوا على منصه التتويج، اتلفحتوا او اتلفيتوا بعلم مصر، والسلام الوطني اتعزف. اكيد احساس جميل جدا، بحملكم الكتير والكتير علشان اللي جاي وبشجعكم اكتر.
والله هو الإحساس اللي وصل لكل واحد عمل ذهب أو فضة، الإحساس الأجمل اللي بلدنا عملت أول في البطولة دي، يمكن منذ 5 سنين من قبل حصلت برضه مصر على المركز الأول في المسابقات الزراعية. يمكن الفرحة دي يمكن أنا عامل ده في بطولة العام الأخيرة، بس فرحتي الأكتر كل زمايلي معظمهم ذهب فضة، خدنا مركز أول. كان الترتيب اللي ورانا الدولة اللي بعدين على طول أسبانيا، يليها الهند اللي هي أقوى دول العالم في مسابقة الزراعيين. والهند دلوقتي يعني معظم الشباب او معظم ابطال المنتخب في مسابقه الزراعيين بيستعدوا لها بقوه جامده جدا، لان الهند دلوقتي اللعبه عنيفه هناك عندهم. اكيد طبعا. ايه رايكم؟ واخد بطوله كمال الاجسام اصلا قبل كده كمان، انت اصلا محترف في كمال الاجسام. هو كمال الاجسام ده وانا حضرتك يا استاذه نرمين ما كنتش، بس انا حصل لي الشرف اللي انا لعبت مع نجم مصر والمعجزه مثل الاعلى كابتن انور العماوي، وحصل لي الشرف اللي انا لعبت معاه وهو كان استاذي. انا كنت في الناشئين، لعبت مع كابتن انور عماوي، وقفت جنبه على خشبه المسرح. يعني في فرق بين الاستاذ والتلميذ لما الاثنين يقفوا جنب بعض، دي بتبقى يعني حاجه مفرحه. انا ما غلبتوش طبعا، بس ده حصل مع لي الاستاذ. طب هنا بقى مع الاستاذ الكبير في القعده دي دكتور اسماعيل. طبعا دكتور اسماعيل نتكلم ونساله بدايه على اهميه الرياضه عموما للشباب والفتيات، وازاي بيختلف مثلا او بتختلف مكاسب ممارسه الرياضه من الشاب الى الفتاه عموما على مستوى الرياضه للجميع. يعني في تساؤلات كثيره. ايه رايك نبدا بالناحيه النفسيه او السيكولوجيه؟ يمكن في ناس للاسف بتعاني، او الميكانيكا الحيويه نشرحها اكثر بدايه. اتفضل يا دكتور. التخصصات مرتبطه ببعضها، يعني هي لها تاثير على الناحيه النفسيه، وتاثير على الناحيه البدنيه، وتاثير على الناحيه الميكانيكيه. فالميكانيكا الحيويه معناها لما حضرتك قلت في المقدمه ان الجسم كآلة، يعني الآلة لها آلية حركة، السيارة بتتحرك طبقا لقوانين ميكانيكية، كذلك الجسم بيتحرك طبقا لنفس القوانين الميكانيكية دي، ولكن مع اعتبار ان الجسم ده كائن حي، يعني بيتنفس وفي دم وفي قلب وفي مخ بيشتغل وفي عضلات، يعني كائن حي، فبقت ميكانيكا حيوية. يعني كيف يتحرك الجسم البشري بطريقة صح عشان يحقق الهدف، فبيستخدم القوانين الميكانيكية اللي هي الأساس المستخدمة في الآلات، الطيارات والسيارات والحاجات دي كلها. فده المفهوم العام للميكانيكا الحيوية. حضرتك بتقوم بالتدريس ليهم او في عمل دورات تدريبيه على ما اعتقد للابطال بتوعهم؟ طبعا. ما هو يعني زمان كان المعلومات موجهة فقط للمدرب، يعني ياخد معلومات عشان ازاي يدرب. دلوقتي لازم من ضمن تطور البطل ان يكون هو نفسه عنده بنيه معرفيه عن الحاجه اللي هو بيعملها. فكل اثبتت الدراسات كل لما اللاعب نفسه على درايه بالقوانين التحكيم وقوانين التدريب، وايه اللي بيدور في الجسم البشري، وايه التغيرات الفسيولوجيه اللي بتحصل عليه اثناء الحمل العالي في التدريب، كل ما كان مستواه بيبقى اعلى. طبعا. بدليل ان كثير جدا من اللاعبين اول ما بطلوا لعب على طول يقدر يشتغل مدرب، لان عنده مخزون من المعلومات خلاص من الاول. الفتره اللي فاتت اوريدي هو كانه في المدرسه، مش بس يلعب وياخد معلومات عشان يلعب صح، فالمعلومات دي بتفيده في انه يديها لغيره لما يبطل لعب. وبيفضلوا ياخدوا الدورات التدريبيه دي فتره طويله ولا فتره معينه بيوصلوا لمستوى معين وبيكتفوا بكده؟ لا، باستمرار، المعلومات متجدده. يعني وبعدين الاتحاد الزراعيين ده بالذات يعني بيتميز ان هو كل سنه بيعمل على الاقل دوره او دورتين للحكام والمدربين واللاعبين وكل المسلمين. حتى ايه الرساله اللي ممكن توصل لكل عناصر اللعبه، سواء المدربين، الاجهزه الفنيه، اللاعبين واللاعبات والحكام، من خلال مثل هذه الدورات التدريبيه؟ طبعا غير التخصص او النواحي التكنيكيه المعينه اللي خاصه باللعبه الفنيات، ولكن اكيد في حاجات تانية عايز توصلها لهم عموما عن الرياضه، ولا تشرح لهم ميكانيكا الحركه اكتر؟ لا، يعني احنا بندي برامج متكامله، مش بس ازاي يتحرك صح، في برامج تغذيه، وفي برامج سيكولوجي، وفي برامج لياقه بدنيه، وفي برامج تكنيك حركه، طريقه اداء. هنتكلم اكتر عن السيكولوجي والنواحي النفسيه، ولكن بعد الفاصل. ايه رايك نرمين؟ لا خلاص، ده امر اوردر ناخد الفاصل.
الليله ليلتك يا معلم لاي بطل بنقولها الحقيقه، واليوم يوم البطوله النهارده. وعايز ارجع لكابتن مديحه البطله اللي بتشرفنا. اكيد متهيألي بيبقى فيه زي اي رياضه في تدريبات ممكن بدنيه، او زي ما لسه دكتور اسماعيل بيقول كمان في نظام للتغذيه. احكي لي كده يعني ملخص الحدوته دي من التدريبات من التغذيه. او انت عندك عضلات الاول؟ عندك عضلات؟ لا اللعبه دي بتجيب عضلات ولا حاجه؟ ما بتعملش عضلات. لا هي بتعمل عضلات فعلا بس بطريقه معينه. يعني احنا مثلا في تمرينات الحديد اللي احنا بنتمرنها في ناس كتيره جدا بيتخيلها ان رياضه الحديد بتعمل عضلات البنت بالشكل اللي هو زي بتوع كمال الاجسام او رفع الاثقال. لا احنا لنا شكل معين في لعبه الريست، بنقوي بقى العضله بدون ما تعمل انتفاخ للعضله او تعمل الشكل اللي احنا بنشوفه بارز بالنسبه للاعب كمال الاجسام او لاعب رفع الاثقال. يعني عندنا تمرينات مثلا الباي او التراي بشكل معين، يعني بعدد معين وبمستوى معين بالطلوع والنزول بالدمبلز او بالبار. هو ده اللي بيحدد ان العضله تتخن معاكي او تقل. يعني تعمل شكل بارز، يعني حدد حجمها. بتعمل شكل بارز او لا، يعني تعمل معاكي الشكل البارز اللي احنا بنشوفه مثلا اللي بتوع كمان اجسام او بتوع اللي هم رفع الاثقال. التحديد في المستوى او في السرعات اللي احنا بنعملها في التمرينات كل ما بطأتي كل ما كانت العضله معاكي تقوي العضله بدون ما تعمل شكل بارز. بدون ما تدي منظر يعني دفوهات اللي احنا بنشوفها كده. يومك ازاي؟ يعني مثلا زي ما دريمين بتسألك بتاكلي ايه ما بتاكليش ايه، نظام التغذيه طبعا، هل لازم تحافظوا على اوزانكم في هذه الرياضه بجانب طبعا ان انتوا بتحرقوا سعرات حراريه في نقدر نقول التدريبات وكده؟ يعني هو عاده احنا لنا نظام تغذيه قبل البطوله، بس يعني البطل الناجح او اللي دايما بيبص لبكره ايه هيبقى مستواه. يعني احنا ما بنوصلش مثلا ايه نلعب مثلا بطوله القاهره بطوله الجمهوريه او بطوله العالم وعلى كده، لا احنا لينا مستوى معين بنقدر نحافظ عليه قبل البطوله، لان انت كل بطوله بيبقى ليك شكل، يعني ليك ابطال معينين بيقابلوك. فلازم التمرينات كبطل بقى محترف او كبطل شاطر زي ما بيقولوا عنده حته الذكاء، التمرينات الرياضيه دي عاده على طول. لكن في ناس بتاخد مثلا قبل البطوله مثلا بشهر او شهر ونص ويبداوا يلعبوا، لكن لو كلعبه ليك انت كمستوى تقدر تحافظي عليه لاي حاجه ممكن تحصل بعد كده في اللعبه، هو ان انت تتمرني طول السنه بس برضك بتوقيت معين، او يعني ممكن ساعات بسيطه. انا ممكن قبل البطوله بتمرن مثلا ساعتين ثلاثه لكن طول السنه مثلا بتمرن مثلا ساعه بسيطه بس كده عشان ايه الجسم ما يبداش ايه. هنرجع نكمل معاكي، ولكن الاتصالات التليفونيه بدات معانا نرمين كابتن اشرف مدير فني ومنتخب جامعه حلوان لكره القدم، ونقول له الو مساء الخير. مساء الخير. اهلا بيك يا كابتن اشرف، انت معانا على الهواء مباشره، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا كده حضرتك سمعت البطل، فالمفروض ان بيبقى دي مواصفات من الصغر يعني. تمام. اولا يكون تحت اشراف مدير فني او مدرب متخصص في اللعبه، عشان طبعا تكون العضلات بتاعته دي. الكلام بالنسبه للرياضه البدنيه والكوره مش كمان الاجسام ماليش فيها بصراحه، بس الكلام بصفه عامه يعني. بصفه عامه زي تاني حاجه نظام غذائي برضه عن طريق متخصص. ثالث حاجه الالتزام بقى، ده اهم شيء. الالتزام من ناحيه اللاعبين نفسهم يعني. الالتزام من ناحيته هو يعني السهر، مفيش صحبه سوق، تمام، مفيش مثلا كمان لازم يكون عنده حته الانتماء للبلد قويه جدا لسبب انا بتكلم فيها على اساس ان انا بقول انا بتاع كوره، مش لان الاولاد في سن من 17 ل 20 سنه عندنا في مصر دلوقتي بداوا يعني ناس خارجيين ياخدوهم، واحنا ما عندناش احتراف في مصر بالنسبه للشباب الفرق الناشئين كوره، ما عندناش عقود احترافيه ليهم بيمسكهم من النادي بيها، مجرد ما الواد يطلع بره خلاص انتهى اموره مع النادي اللي كان بينتمي ليه. وممكن ياخد جنسيه من الخارجيه كمان، يعني ممكن ياخد من بره جنسيه خارجيه للبلد اللي رايحها، وده كان هيحصل مع واحده تقريبا في رفع الاثقال كنت قريت عنها بس كان من مده من سنتين ثلاثه، كانت بطله كبيره هنا عندنا في مصر. فالمهم ان هو لازم النهارده برضه انا احب انبه ان حته الاحترافيه في الصغر مهمه جدا، يتربط بعقد كويس، وقبل ارتباطه بعقد لازم يكون في راجل نفساني او طبيب كبير يفهمه ان هو بيمثل بلده، ده شرف ليه ارتداء الفانلة بحد ذاتها، يعني شرف ليه ارتداء فانلة منتخب بلده طبعا، شرف ليه تمثيل بلد، ده شرف كبير جدا جدا جدا. اكيد المجتمع هنا كده والشعب المصري كله بيفتخر لما يبقى في بطل من ابطالنا
ايا كانت اللعبه الرياضيه ايه ويرفع راسنا امام العالم كله. وعلى فكره استاذ اشرف يا كابتن اشرف، موضوع التجنيس ده مرفوض عندنا رفضا باتا، لدرجه ان الاتحادات الرياضيه لما بتعرف ان في لاعب مثلا تجنس بجنسيه اخرى بعد ما هم طبعا يعني صرفوا عليه وصنعوا منه بطل، على طول بيتم شطبه من سجلات الاتحاد الوطني او المحلي للعبه وبخاطبه الاتحاد الدولي، وبالتالي احنا مش زي دول تانية ممكن يكون عندها الموضوع دوت، ولكن امر مرفوض جدا. انا بعتبر التجنيس اللي يروح يلعب باسم منتخب تاني بعد ما هنا اتصرف عليه وبعد ما صنع طبعا منه بطل رياضي الاتحاد، ده شيء خاطئ جدا. في حاليا بيتم دلوقتي هروب بعض اللاعبين في فرق الناشئين، سواء كان في الانديه الكبرى بالذات على اساس انهم انديه معروفه، بيتهرب للخارج وبيروح دول اجنبيه خارجيه او دول عربيه حتى، وبحيث ان هو بعد مده بيرجع بجنسيه ثانيه خالص. واضح حضرتك؟ بيبقى النادي اللي صرف عليه وهو في الصغر وهو لسه في مدرسه الكوره مثلا بتاعته وصرف وترعرع فيها ووصل لسن 17 او 18 او 19 سنه، ما خدش منه حاجه. يعني بعد ما وقفوا على رجله وبعد ما بدأ يبقى ناضج كرويا بيجي، وللأسف اللي بيهربه والده على فكرة. ليه تفتكر ليه؟ فلوس عشان بس، يعني مش أكتر من كده، خلي بال حضرتك. فأنا النهاردة أصبحت المادة طاغية على الانتماء، لا وده شيء خطير. لا ده خيانه بقى لما المادة تطغى على الانتماء، دي خيانه، ده موضوع كبير قوي. انا مش عايز اقول اسماء عشان انا مش عايز اقول اسماء انا مش عايز اقول اسماء عشان ما حدش يزعل مني. مش عايز اقول لك اولاد مدربين في انديه. ايه رايك؟ شوف انا عايزه اقول لك حاجه، يعني اهم حاجه كمان انت قلتها حضرتك في المكالمه دي اللي هو صناعه البطل. دي مهمه زي ما بنقول صناعه النجم وصناعه التربويه. فالصناعه تشمل اكيد فروع كتير ومحاور كتير. وبعدين عايزه بعد كده يعني يجب ان يتم احتكاكه دوليا. يعني انت النهارده كل ما تحتكي بمستوى اعلى منك انت بتزيدي، بتستفيد وتزيد وتعلى. صح انما لو احتكيتي بمستوى اقل ما ينفعش. اكيد طبعا احنا بنتمنى ان هو يسيب رقم تليفونه في الكنترول يا استاذ اشرف علشان نتصل بيك ونبقى نعمل حلقه خاصه، ولكن هنرجع مره تانية لموضوعنا قوه او مصارعه الذراعين واحتفالنا بابطال العالم وشباب نموذج اعلى، ولكن بعد الفاصل. مع بعض نكسر الدنيا لو اليوم شفناها بعين تانية، بس انت دوس وروح، ده الجون بيجي في ثانية. هي فرصة تلاقي نفسك تبقى مجنون لو كسبها، عارف لو عملت ايه مستحيل تعرف تجيبها. يا معلم كل عمرك شخص في القشطة في الهيافة خدنا كورس. يا معلم كل عمري تشخص في القشطة وفي الهيافة خدنا كورس. أجمد ما فينا في الجيم 7، لكن بجد في الجد بورس. أجمد ما فينا في الجيم 7، لكن بجد في الجد بورس. لينا لازمة ولا وجهة نظر يوم بأزمة، فيها قوية كانت ملازمة ويا عالم باللي كان زمان. ولا كان لينا لازمة ولا وجهة نظر يوم بأزمة، فيها قوية كانت ملازمة ويا عالم باللي كان زمان. ياما قلنا هنعمل ونسوي نكتة قديمة، يا اخي يلا دي فرصة نقوم مع بعض ونعمل حاجة فيها قيمة. احنا كده مقضينها في التصور، يرضي مين ده انهي شرع انهي عرف.
الرياضة في خلايا. لو مش هنصحى من النومه دي والله كده هنخربها. اكيد كل رياضه وليها يعني متعتها وليها جمالها وليها فايدتها. محمد او كابتن محمد يعني اللي معانا النهارده، الاول كان في كمال الاجسام، بعد كده تحول لمصارعه الذراعين او اللي هي الريست. من 5 سنين تقريبا كابتن محمد انت بقالك في الرياضه دي اللي هي الريست او الذراعين، مصارعه الذراعين. التحول ده جه ليه؟ من كمال الاجسام للذراعين. لا، هو الاتحاد كمال اجسام اتحاد عملاق، اتحاد كويس جدا جدا، منافسه عاليه جدا جدا فيه. يمكن اتحاد كمال اجسام خد 5 سنين متتاليه ورا بعض افضل اتحاد في مصر، واخيرا بطوله العالم كانت في بلد اذربيجان. ايوه بالظبط زي ما حضرتك بتقولي كده، ويمكن عملنا فيها مركز اول. وكمال اجسام عنيفه جدا، ابطال مصر بقياده الدكتور عادل فهيم ليها شيك عالي جدا على المستوى الدولي والعالمي. مصارعه الذراعين بقى هنا اللعبه يعني السيدات بيلعبوا فيها، البنات دلوقتي. مصارعه الذراعين منافسه، احنا واخدين بطوله العالم 2009 والسنه الثانيه برضه قبل كده. فرق توجهي من مصارعه الذراعين من كمال اجسام لمصارعه الذراعين ده بعدت انا فتره 2-3 عن الرياضه. كمال اجسام عاوزه استمرار في التمرين متواصل، عاوزه امكانيات عاليه جدا جدا. امكانيات عاليه بمعنى ايه؟ امكانيات عاليه، البطل او اللاعب كمال اجسام بيحتاج لتمرينات معينه، يعني 5-6 ساعات، 3 الصبح 3 بالليل، امكانيات عاليه. امكانيات كويسه بالنسبه للكابتن انور العماوي، كابتن شحات مبروك، الناس العمالقه دول يمكن متوفره او يمكن خدوا فرصتهم عشان اساتذتنا في كمال اجسام. بالنسبه للامكانيات هي دي محدوده. بالنسبه لمصارعه الذراعين ابسط بكتير، ابسط يعني بكتير. يعني ابسط بكتير واسهل. ايوه، ايه رايكم نرجع للدكتور اسماعيل ابو زيد كاستاذ في كليه التربيه الرياضيه، واحنا بنتكلم طبعا عن الرياضه وبنشوف اهميه ممارستها عموما. للاسف في بعض الضغوط النفسيه زي الاكتئاب التوتري، القلق، التوتر، ازاي الرياضه بتكون مدخل علشان الانسان يبتعد عن كل هذه الضغوط. ويمكن الشباب بيقول انا مش قادر انزل، مفيش وقت، نقدر نقول مفيش امكانيات ان انا العب رياضه. هنا نقول لهم ايه؟ وبسم الله ما شاء الله شايفين ابطال وصلوا لاعلى المستويات. والله معروف ان الدراسات العلميه اثبتت ان الحركه البدنيه في حد ذاتها لها تاثيرات ليست فقط على الجسم البشري كجسم، ولكن على الحاله النفسيه. لان حركه الجسم البشري اساسا بتيجي نتيجه من لاوامر جايه من المخ. فلما الحركه البدنيه بتاثر على الجهاز العصبي والمخ وازاي يشتغل صح، واغلب المشاكل النفسيه اساسها بتبقى نتيجه لعمليات عصبيه في المخ. فدي حاجه. الحاجه الثانيه ان اثناء النشاط الرياضي اذا ما كانش الواحد بيركز كويس قوي فبتحوله من التفكير في المشكله الى اللعبه نفسها. يعني مثلا بتلعب سكواش، انت بتبص للكوره، بتبص للمضرب، بتبص للخصم، فكل انتباهك موجه لحاجه ثانيه ورميتي كل مشاكلك ورا ظهرك بره. يعني وانت جوه الملعب ما تقدريش تفكري هتتكلم ازاي وهتيجي ازاي وفي ايه المشكله. يبقى التركيز كله دلوقتي في الوقت ده، في اللحظه دي. يعني اذا ما كنتيش انت بتركزي في الحاضر اللي انت فيه اثناء اللعب هيحصل تقعي ويحصل مشاكل واصابات، فبتضطري انك انت تركزي في الملعب. وبالطريقه دي انت عزلتي المشاكل اللي كانت موجوده عندك.
طب بيتم تأهيلهم نفسيا يا دكتور؟ يعني دلوقتي مكالمة مثلا كابتن اشرف اللي فاتت، وزي ما قلنا ان هو اتكلم في نقطة مهمة قوي الحقيقة، هي صناعة البطل. دايما بنسمع في نجوم الفن والسينما صناعة النجم، هم دول نجوم بس نجوم رياضة. بيتم تأهيلهم نفسيا من خلال الدورات اللي حضرتك قلت عليها في الأول؟ في تأهيل نفسي؟ لا مش من خلال الدورات، من خلال ان المدرب نفسه يبقى عنده ازاي يتعامل مع اللاعبين بتوعه. مهم على يعني مثلا المشكله بتاعت النادي الاهلي اللي موجوده دلوقتي، بدور الاخصائي النفسي دايما المدير الفني او المدرب، وده عبء زياده عليه. في بعض الدول المتقدمه مثلا عربيا واسيويا وعالميا وحتى افريقيا واوروبيا ممكن ان هم يستعينوا مع الاجهزه الفنيه الانديه والمنتخبات باخصائي نفسي يكون دور ان هو يستمع ليهم لمشاكلهم، ولكن احنا جرت العاده في مصر ان المدير الفني بيحتوي كل هذه المشاكل. المهم عليه الواحد يعني. طبعا المهم عليه الواحد هو منسق بين كل الناس دي. منسق يعني هو المدير الفني لازم يبقى معاه معاونين في كل الاتجاهات، زي ما معاه واحد بيعمل التغذيه، معاه طبيب الاصابات، برضه معاه واحد الاعداد البدني، ومعاه واحد الاعداد النفسي، هو بينسق الحاجات دي كلها. فعشان كده المدير الفني لازم يبقى عنده باك جراوند عن كل الحاجات دي عشان يعرف يتعامل مع كل المتخصصين دول. اللاعب نفسه برضه يبقى عنده خلفيه عن كل الحاجات دي عشان يقدر ازاي. وبعدين مهم جدا ان يبقى فيه زي ما بيقولوا كيمياء بين المدرب واللاعب. فعشان كده المدرب الناجح ان هو بيعرف ازاي يخلق العلاقه دي. المشكله بتاعت النادي الاهلي طبيب نفسي بالظبط. بالظبط. يعني المشكله بتاعت النادي الاهلي يقال طبعا بعض الصحفيين والاراء حتى النهارده في برنامج يقول ما فيش كيمياء بين حسام البدري وبعض اللاعبين. فاتعملت مشكله الكيمياء، القبول وازاي يتعامل وازاي ما يبقاش كل حاجه جد. وبرضه دي مشكله موجوده في كثير من اللعبات ان المدرب بينفذ التعليمات اللي في الكتاب بالظبط. الانسان ما هوش آلة. لا طبعا. زي ما انا قلت ميكانيكا حيويه. بالظبط. ايوه هو آلة. ايه رايك نكمل؟ ولكن معانا تليفون يا اميمه. ايوه اميمه ما جاتش النهارده. يا نرمين طبعا انا انت مثلا ورانا. نقول الو. 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 وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معانا؟ معاك مهندس محمد شحات الجديدي من جده السعوديه. مهندس محمد؟ ايوه. اهلا بيك يا باشمهندس، اهلا بيك. معانا النهارده. عايز اتكلم. اتفضل. عايز اتكلم مديحه القعده عندكم عشان دي بنت كانت عزيزه عليا قوي وعايز ابارك لها. اتفضل معاك مديحه اهلا بيك. عايز يبارك لك. ايه رايك؟ اظن فخور بيها جدا. طبعا ازاي؟ انا بيني وبينك اخدت ناس فاكرينها برضه يعني كل ما العيله بنسمع صوتك على فكره. الصوت بيقطع للاسف. الصوت مش واضح. ممكن حضرتك تخفض صوت التلفزيون وتكلمنا طبعا من التليفون. هيحاول بقى يكلمنا تاني. اتفضل. هيحاول يعود. دي حاجه تسعدك او تسعد اي بطل او بطله ان يبقى الناس كلها قرب وغرب فخورين بيه. ده بيديكي دفعه اكتر او تحمل مسؤوليه اكتر لقدام. اكيد هي فعلا بتديني مسؤوليه اكتر، يعني انا يعني تأهيل زي يعني ما دكتور برضك للدكتور بهيئ نفسي، اضافه برضك للمدرب ان هو بيهيئني نفسيا قبل البطوله، انا برضك بهيئ نفسي اكتر ان انا قبل البطوله. ليه؟ بيبقى ليها عوامل كتيره جدا. دخولك البطوله في حد ذاتها بحسب انت داخل بطوله جمهوريه بطوله عالم دي ليها برضك تاثيرها، يعني بنسبه تقول 50% في بطوله الجمهوريه بنسبه 100% في بطوله العالم، لان كل ما عليك في الدرجات كل ما تاثيرها كان اقوى عليك. يعني انا بحاول بقى هي نفسي اكتر ان انا ايه بلعب كويس، لازم اكون محضره كويس جدا قبل الماتش. مع المدرب برضك بيساعدني اكتر، زائد ان انا ببعد عن اي توتر في اللعب، لان احنا عندنا برضك في اللعبه ممكن يجي حد يقول لي انت هتلعبي ميزان كام؟ انت هتطلعي امتى؟ ما شاء الله عليكي واضح كده ان انت جامده قوي. كل الحاجات دي كلها بتفرحك، بس على النقيض ان هي ممكن ايه تاثر عليكي نفسيا، انت بتبقي شايله المسؤوليه اكتر وانت داخله الماتش. الناس كلها بتتفرج عليكي، الناس كلها مستنيين انت مديحه هتعمل ايه، فهو ده بيزيد عليكي عبء اكتر. لو ما كنتش مستعديه نفسيا، زائد المدرب، زائد الجو نفسه المحيط بيا بهيئه لنفسي قبل ما انزل الماتش، ده بيأثر بنسبه 100% ان ممكن على النتيجه. انت مستعديه كويس او متمرنه كويس قوي، لكن العامل النفسي ده مهم قوي جدا طبعا زي الطالب في الامتحان. ايه رايكم معانا الميداليات واحنا طبعا بنحتفل بيكم كشباب، وقلنا ان انتوا مثل اعلى، وتكلمونا عن الميداليات اللي معانا ذهبيه فضيه برونزيه وحكايتها ايه، علشان طبعا يا رب
كل شبابنا يقدر ان هو يشارك في الرياضه ويجيب لمصر ميداليات، وحتى في الرياضه الجماعيه زي ما استاذ اشرف كلمنا. معانا تليفون يا نرمين. مدام كريمه. مدام كريم. الو مدام كريمه. ايوه اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. زي النهارده من نماذج الحقيقه مشرفه جدا وقدوه لشباب كتير لما يحصلوا على ميداليات وبطولات على مستوى العالم. اهلا وسهلا. ايوه انا عايزه اذكر الشباب ده. نعم. عايزه اذكر الشباب اللي رفع اسم مصر الصراحه. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي. احنا ده اقل واجب لبلدنا مصر. الله يخليك يا ابني. وبشكر برضه الانسه مديحه. دي عمته. دي عمته. لا ما شاء الله الاسره عندها وعي رياضي. انا بكلمها من المنصوره. اهلا بيك. وهي منصوره الحمد لله دايما. وهي منصوره طبعا دايما. احساسك بيها ايه لما بتشوفي صورها في الجرايد وفي المجلات واحنا بنحتفل بيها في التلفزيون وفي كل وسائل الاعلام، ولما بتكلمك وتقول لك انا جبت ميداليه بتقولي لها ايه؟ هي معاكي ايه؟ والله الف مبروك. والله الف مبروك ودايما للامام يا رب. ربنا يخليك يا عمتي. ربنا مصر كلها فرحانه بيها وبتدعي لها بصراحه. طب قولي لي من وهي صغيره كنت بتشوفيها وهي بتلعب الريست ده يا مدام كريمه؟ طبعا. وبعدين عندها ميداليات كتيره بتوريها لنا على طول. ده دلوقتي، لكن وهي صغننه بقى قبل ما تدخل خالص المجال ده وتحترف كنت بتحضري لها كده قعدات ريست؟ عندها الميول ديت. كان عندها الميول. لعبتيها معاها قبل كده وهي صغيره؟ طبعا. وكانت بتتدرب معانا كلنا وكده وكنا بنشجعها ونقف جنبيها. بتغلبكم يا حاجه ولا بتغلبونا؟ مين اللي بيغلب؟ مين اللي بيغلب؟ حضرتك ولا مديحه؟ حضرتك اللي بتغلبي مديحه ولا مديحه اللي بتغلب؟ احنا كلنا مش كده. ونشكرك جزيلا حضرتك ومبروك لانها طبعا بتمثلي العيله كلها، بتمثلي مصر كلها الحقيقه. بتمثلي مصر. كنا بنتكلم عن الميداليات، ايه رايكم طبعا تحكوا لنا حكايه الميداليات اللي موجوده معانا دلوقتي داخل الاستوديو؟ مين يبدا؟ مين يبدا بحكايه الميداليات؟ انا مش شايفاها حقيقي بس يعني عموما الميداليات اللي هي موجوده دي كلها كانت بتاعت بطوله الجمهوريه طبعا يعني على طول. كانت ثواني الاخطر يعني كانت لسه في بداياتي. ديت بطوله الجامعه في الجامعات برضه كانت بطولات فيها وربنا كرمني برضه فيها، حققت فيها تاني واول. شكرا. دي جامعه القاهره؟ كنت القاهره. رياضه مصارعه الذراعين موجوده في دوري الجامعات وتابعه للاتحاد الرياضي للجامعات. كويس ان انتوا عرفتوا تدخلوها. طبعا منتخب الجامعه كان بياخد اول دايما. مش دايما صراحه. بس يعني احنا الحمد لله احنا لان هي عاده بتعتمد على النفر الواحد. يعني انت كواحده حققتي بطولتك ازاي؟ يعني انت كفرد عملت مركزك ايه؟ زائد ان التوتال بقى بالكاس اللي احنا بنحققه لينا في الجامعه حسب بقى اللي هو ايه الترتيب العام. مين اللي بيكسب؟ يعني احنا بنشوف الحكم قاعد في النص، اللي بيكسب اللي بيقدر ان هو يكون اقوى من الثاني وبيقدر ان هو يخفض ذراع زميله ولا رايك؟ يعني احنا مش بنعملها برضك عشوائي زي ما بعض الناس بنعملها، او انا كنت بعملها وانا صغيره برضك عشوائي. لكن حاليا دلوقتي يعني بنعملها ليها نظامها وليها قوانينها. ما بنعملهاش برضك عشوائي. بنقف زي ما حضرتك بتقولي ان احنا بنقف على الترابيزه بشكل معين مع لفظ جو في الحكم. بنبدا ان احنا بقى بس اهم حاجه ان انت بتركزي فيها انت كلاعبه مع اللاعبه اللي بتلعب معاكي، ان انت بتركزي للاعبه نفسها قد ما بتركزي مع بق الحكم، لان ديت البقاء مش الاقوى، البقاء الاسرع. الاسرع. هي اللعبه مش يعني دي في القوه الاسرع والذكاء والسرعه. انت النهارده بتشوفي فنيات او نقطه ضعف ايه وعلى اساس تلعبي على اساس ان احنا معانا اقوياء جدا. لكن مش كلهم بيجيبوا اوائل او مش كلهم بيكسبوا. ايه رايكم نحكي بقيه الميداليات احسن معانا؟ بسم الله ما شاء الله. ما ينفعش نشوف تجربه عمليه بينك انت ومحمد. ايوه هي مش وزن مقارنه بين البنت والولد في اللعبه. احنا معانا صور قوته او ليه نظامه في يعني دايما البنت مع البنت في البنت مع البنت والولد مفيش بنت مع ولد خالص. ممكن نعملها كده يعني بينا وبين بعضينا فاني كده يعني كقياس للمستوى قبل البطوله. لا هنكمل كلامنا على الميداليات كتيره قوي. نقول الو مساء الخير. الو اهلا بيكي يا فندم. نتعرف عليكي. انا مدام شيكار كريمه باباها يبقى ابن عمتي. اهلا. بسم الله ما شاء الله. العيله
ايوه طبعا انا بصراحه بفتح بالصدفه لقيتها، طبعا اتخضيت من فرحتي وبترعش بصراحه. يا جميله يا قمر يا منوره يا كريمه، منوره حبيبتي، ودايما يا رب في النصر وبالنجاح. ويا جماعه ارجوكم بلغوا الدنيا كلها اللعب اللي مش واخده حقها دي. احنا ما فيش في حياتنا غير كره القدم. انا اهلاويه فظيعه وبتشال وبتحط مع النجاح والفوز للاهلي، بس حرام القدم بس يا جماعه ولا ياخد حقه. يعني لازم واحده زي دي واللي جنبها واللي جنبها ياخدوا حقوقهم يا جماعه، دول شرفونا على مستوى العالم. ما هو ده اللي احنا بنعمله هو والله، يعني ده اللي احنا بنسلط الضوء عليه. جميل، بس فين الحقوق الثانيه بقى؟ فين الحاجات اللي احنا بنشوفها في الالعاب الثانيه؟ ما فيش غير القدم بصراحه. انا اولادي في الهاندبول برضو في احدى النوادي الشهيره، ما فيش اي حقوق. يعني احنا القدم بس هي اللي بتاخد. احنا عايزين واحده زي كريمه وزي الاستاذ اللي جنبها وزي الكل يشوفوا حقوقهم عشان يشرفونا ويستمروا ويجيبوا لنا النصر على طول. بس عايزه اقول لك اعتقد بقالنا كذا سنه الحمد لله بقى في تسليط اضواء على اللعب الثانيه الاخرى، مش بس كره القدم. هي ما زالت مكتسحه طبعا، ولكن بقى في برضو اتجاه لان احنا الناس كلها تعرف وتشجع برضو رياضات ثانيه. يعني ده بقى موجود يبدو اتصال التليفوني طبعا اوشك على الانتهاء طبعا، ولكن محمد يحكي لنا ميدالياته سريعا. هنا انا تقريبا البطوله العربيه انا مش واضحه. البطوله العربيه 2006 وبطوله افريقيا 2006 برضو، في بطوله عربيه 2007 2008، وفي هنا تقريبا بطوله العالم 2009 2010. احسان طبعا ده جزء يعني 2010 لا طبعا ده جزء بس بسيط من مجموعه ميداليات ما شاء الله كتير. لا ما شاء الله لان مش ما لقيناش مكان بقى نحط ايه ولا ايه ولا دي برضك دي بتاعت بطوله العالم مؤخرا كانت 2009 كانت نادي شرم الشيخ، او يعني الحمد لله دلوقتي بتشاوري على دي حاجه لابسها لابس بطوله العالم. وبطوله العالم اللي جايه 2010 هتكون في اوكرانيا. الوقت جري بسرعه. ايه رايك نختم مع الدكتور يقول لنا سريعا كده في 3 نقاط ومحاور سريعا نقول ايه للشباب علشان يتحركوا؟ ابدا تحرك، تقول لهم ايه؟ والله تحركوا وتصحوا كمبدا يعني ان يعني الشباب بالذات طبعا عنده وقت فراغ، فالرياضه لما يلعب رياضه هتملى وقت الفراغ ده، فبتعتبر علاج لكثير من المشاكل اللي بتطلع الطاقه اللي جوه الاجتماعيه والانحرافيه اللي موجوده بين الشباب. مهم جدا جدا. عشان كده الجامعات دلوقتي من اهم اهدافها الانشطه الرياضيه والانشطه اللي خارج المنهج. حتى في المدارس دلوقتي الوزير الجديد يعني مهتم جدا بالانشطه اللي خارج الدرس، ويبقى في نظام جوده التعليم مرتكز على العمليه دي، لان التعليم هدفه مش بس بتعلمي معلومات، انك بتربي جسم وفكر وكل حاجه. الدراسات كلها والعالم المتقدم كله مرتكز على ان اعلى استثمار هو استثمار في البشر، الانسان نفسه. تمام. هو محور التنميه كلها. فصحه الانسان وسيلتها الاساسيه ايه؟ الحركه البدنيه والرياضه. عندنا وقت نقول مديحه كلمه سريعه ومحمد كلمه سريعه، في وقت ولا لا؟ مش عارفه، مع ان المخرج بيقول لي خلاص. لا خلاص، لو خلاص اوشك على الانتهاء. نختم يا ريت نشكر ضيوفنا. اتفضل. ممكن بس ادعو الساده المشاهدين البطوله العربيه اللي فيها الشحات مبروك هيختتم حياته باذن الله من يوم 25 ل 29 في برج العرب. دعوه مجانيه للساده المشاهدين، الناس كلها تروح تتفرج. الشحات مبروك هيعتذر 2009. بشكركم جدا والف مبروك ونورتونا، ودايما بطولات جديده ان شاء الله مستمره اكتر من كده وترفعوا راسنا دايما فوق. اكيد طبعا. بنشكر ضيوفنا الدكتور اسماعيل ابو زيد استاذ الميكانيكا الحيويه جامعه حلوان. بنشكر طبعا صديقتنا وبطلتنا العالميه مديحه ابراهيم في مصارعه الذراعين ومحمد معروف. وبنشكر كل اسره الاخراج منى فوده، ايهاب الحريري، محمد حسن ولبنى عبد العزيز مديرتنا. وبشكر منها اسلام وبنشكر مديرين التصوير طبعا. ميرسي جدا ليكوا. يلا وهندوس وما يهمناش فلوس، المهم البطوله وترفع كل الرؤوس. طيب وادينا مش خايفين، المهم احنا سوا ونسينا كل اللي كان بايدينا. رجع زمان يعني انا شداني ونتعب شويه كمان. هندوس ما يهمناش كلام الناس ولا الفلوس، وادينا هو عارفين مفيش جرح مالوش دوا، وادينا هو عايشين مستورة ومبسوطين.
ادينا مش خايفين